كلنا في العيد بنحاول نجدد على قد ما نقدر ونخرج خروجات عمرنا ما خرجناها قبل كده، ونعمل حاجات مختلفه عن اللي اتعودنا عليه في الايام العاديه. ومننا اللي بيستنى صلاه العيد تخلص علشان يفرقع بومب وصواريخ، وهو اي حاجه تعلي الادرينالين وتحسسنا بالاجواء. وعلى ذكر الادرينالين، فاكتر حاجه ممكن تعملها وتخلي مؤشر الادرينالين عندك يضرب في السماء انك تروح الملاهي، يعني تركب الصاروخ ولا تدخل بيت الرعب. لكن لو متخيل ان الملاهي اللي انت بتروحها دي تتسمى ملاهي، تبقى غلطان وطيب وما تعرفش حاجه، لاننا في الفيديو ده جبنا لك اخطر العاب ملاهي في العالم. ودي بقى ما تخليش الادرينالين يضرب في السماء، لا دي كفيله تخليك انت شخصيا في السماء. يلا شد الحزام والبس الخوذه وتشاهد وتابع معايا للاخر. اول لعبه من اخطر العاب الملاهي هتلاقيها في الصين، اسمها سلاينج شوت، ودي عباره عن كره حديد مربوطه باسلاك مطاطيه وفيها كرسي حضرتك بتقعد فيه، والمفروض انه متأمن. ومجرد ما حضرتك تقعد وتشد الحزام وتشاور للراجل وتقول له تمام، تلاقي نفسك في اجزاء من الثانيه على ارتفاع 100 متر في رحله سرعتها 160 كيلو متر في الساعه، وتفضل توديك وتجيبك كده لحد ما تقول ان الله حق، وتنزل وتحلف انك مش هتيجي هنا تاني. تاني لعبه من الاخطر في العالم، المره دي من ولايه فلوريدا الامريكيه، لعبه سامت بلامت، ودي عباره عن جبل جليدي ارتفاعه 12 دور، يعني تقريبا 40 متر، وحضرتك بتقعد فوق سكيت وبيزوقك حد برده من فوق الجبل، وبتنزل بسرعه 100 كيلو متر في الساعه، وانت ونصيبك بقى. وطبعا لان الانسان باصله طماع ما اكتفوش بالتزلج من فوق الجبل، دول عملوا لعبه تزلج مائيه بتمر بين القروش كمان. ودي اللعبه الثالثه الاخطر عالميا، لعبه ليب اوف فيث ووتر سلايد شارك، واللي بيقولوا عليها قفزه الثقه. ودي مكانها في جزيره اتلانتس احد جزر البهاما، وهي عباره عن انبوب حضرتك بتقعد فيه وتنزل من فوق منحدر عمودي، فتلاقي نفسك بسرعه البرق بين اسماك القرش طاير وسطهم كانك واحد منهم. وعلشان المجانين كتير في العالم، فقرروا بعض المغامرين اختراع العاب خطيره باقل امكانيات الامان الممكنه، علشان يحس اللاعب بخطر حقيقي زي لعبه كرسي الوفاه في نيوزيلندا. عاشت الاسامي والله. ودي عباره عن كرسي بلاستيك عادي خالص، حاجه كده شبه كراسي المصايف الرخيصه، حضرتك بتقعد عليها فوق قمه جبل ارتفاعه 100 متر بس، وظهرك للوادي، وبيربطوك في الكرسي بشكل امن وبحبل طويل، ولسه هتقول الشهاده يزقوك من فوق في الهواء الطلق، ويسيبوك لحد ما تهدى حركه الحبل تماما، ويسحبوك فاقد الوعي. ولو واعي فتاكد انك هتلبس قضيه سب وقذف. طبعا الناس في الدنمارك ما عجبهمش الكلام ده، وقال لك ده لعب عيال، احنا هنعلي عليهم، فعملوا لعبه برج السماء، واللي ارتفاعه 35 متر تقريبا. وفكرتها ببساطه ان حضرتك بتطلع فوق البرج بكامل ارادتك، وبيربطوك بحبل جامد وبيأمنوك كويس ويخلوا ظهرك للارض، وبعد ما تحس بالامان يروحوا فكين الحبل وسايبينك تقع لوحدك كده بدون اي معايير، الا من شبكه قريبه من الارض بتستقبلك علشان تقلل اصطدامك. ودي بتعلمك ما تثقش في اي حد حتى لو كان هو اللي رابط لك الحبل بنفسه. فلو عايز تعيد بشكل جديد وبتدور على مصدر الادرينالين بصحيح، توكل على الله وزور اي مكان من الاماكن دي. وكل سنه وانت طيب، بس بقى طمنا عليك.